الحوادث الأكثر خطورة تقع أثناء الليل. نعم، الجواب 1. لا، الجواب 2. الجواب الصحيح هو رقم 1. فعلا، الحوادث اللي فيها الخطورة بزاف هي اللي كتوقع بالليل، والسبب هو أن الطريق بالليل كتكون خاوية والحديد قليل. هادشي كيخلي السائقين يزيدوا في السرعة، وملي كتكون السرعة طالعة كتزاد معها قوة الاصطدام والخطورة. أما بالنسبة لعدد الحوادث فراه معظم الحوادث كتوقع بالنهار، حيث كيكون الزحام والحديد كتير في الطريق، ولكن الخطورة الكبيرة كتبقى ديما مرتبطة بالليل. الجواب الصحيح هو رقم 1. يمكن لي نستعمل مثبت السرعة في طريق جبلية، الجواب 1. داخل المدينة، الجواب 2. طريق السيار، الجواب 3. الجواب الصحيح هو رقم 3. مثبت السرعة ريغولاتور دو فيتيس هو واحد الجهاز كنثبتوا به واحد السرعة معينة باش تبقى الطوموبيل غادية بها بلا ما نبقاو باركين على الكسيرياتور. ما كيمكنش لينا نستعملوه داخل المدينة حيت فيها ملتقيات الطرق والرجلين والزحام، يعني خاصنا نكونوا ديما واجدين باش نقصوا السرعة ولا نفرانيو في أي لحظة. وحتى في الطريق الجبلية ما كيتستعملش حيت الطريق فيها الطلعة والهبطة والفيراجات بزاف، وخاص السائق هو اللي يتحكم في الجهد ديال الموتور. إذن الاستعمال الصحيح ديالو كيكون فقط في طريق السيار، لوطوروت، حيت تما السرعة كتكون مستقرة والطريق مسرحة وما فيهاش ملتقيات. الجواب الصحيح هو رقم 3. أنا قربت من هاد المركبة، نهز رجلي على دواسة السرعة، الجواب 1. نقوم بالفرمالة، الجواب 2. الجواب الصحيح هو رقم 1. في هاد الحالة أنا قربت بزاف من الطوموبيل اللي قدامي، وإلا شفتو في المراية ديال اللور غتلقاو واحد الطوموبيل تا هي قريبة ليا من الخلف. إلا وركت على الفران قمت بالفرمالة في هاد اللحظة غادي يوقع اصطدام مع هذيك السيارة اللي ورايا، حيت ما مخليش مسافة أمان كافية. داكشي علاش الحل هو غير نهز رجلي على دواسة الزيادة في السرعة، لاكسيليراتور، باش نقص السرعة تدريجيا باش نتفادى الخطر. الجواب صحيح رقم 1. هاد العلامة كتعلن على طريق ذات الأولوية على جميع ملتقيات الطرق، الجواب 1. ملتقى الطرق، الجواب 2. نعطي حق الأسبقية اليمين واليسار، الجواب 3. طريق ذات الأولوية في الملتقى اللي جاي، الجواب 4. الجواب الصحيح هو رقم 2 و4. ملي كتشوف هاد العلامة خاصك تعرف 2 حوايج مهمين. أولا، هي كتعلمك باللي غتلقى ملتقى طرق قدامك، داكشي علاش اختارينا الجواب رقم 2. ثانيا، هاد العلامة كتعطيك حق الأسبقية غير في ملتقى الطرق اللي جاي بوحدو، وما كتطبقش على كاع الملتقيات اللي غتلقى من بعد. يعني غير كتفوت هاد الملتقى كيسالي المفعول ديال العلامة، داكشي علاش اختارينا الجواب رقم 4. أما الجواب رقم 1 فهو غلط، حيت هاد العلامة ما كتعطيش الأسبقية في جميع الملتقيات، غير في اللي جاي مباشرة مورا العلامة. الجواب الصحيح هو 2 و4. هاد الإشارة كتبان بوضوح أكثر إلا كنت كنسوق ب 70 كيلومتر في الساعة، الجواب 1. 100 كيلومتر في الساعة، الجواب 2.
الجواب الصحيح هو رقم 1. القاعدة كتقول باللي كلما كانت السرعة أقل كلما كانت الرؤية أوضح للسائق وكيكون عنده الوقت الكافي باش يشوف العلامات ويركز معاهم. فاش كنزيدو في السرعة حقل الرؤية ديالنا كيضيق وما كنبقاوش نشوفو الجناب مزيان. داكشي علاش في 70 كيلومتر في الساعة كتبان لينا هاد الإشارة بوضوح أكثر من 100 كيلومتر في الساعة. الجواب الصحيح هو رقم 1. بعد هاد العلامة ممنوع التوقف على طول الرصيف. نعم، الجواب 1. لا، الجواب 2. الجواب الصحيح هو رقم 1. علامات منع التوقف العادية كيتساليو في أول ملتقى طرق، ولكن هاد العلامة اللي كتشوفو كاينة لداخل ديال مربع أبيض واللي كيعني منطقة ممنوع فيها التوقف. وهاد العلامة ديال المنطقة ما كتسالاش في ملتقى طرق، كتبقى خدامة حتى كتلقى علامة أخرى بحالها وفوق منها خط كيقول لك باللي نهاية المنطقة. إذن بعد هاد العلامة ممنوع عليا التوقف على طول الرصيف. الجواب الصحيح هو رقم 1. من القواعد ديال السياقة الاقتصادية الإكثار من عمليات الوقوف. الجواب 1. التقليل من عمليات الوقوف. الجواب 2. استباق التغييرات في وتيرة السير. الجواب 3. الجواب الصحيح هو رقم 2 و 3. من القواعد المهمة في السياقة الاقتصادية يعني باش توفر المازوت ولا ليسونس هي التقليل من عمليات الوقوف، حيث قد ما كانت الطوموبيل غادية ومستمرة قد ما كتستهلك قل. أما كثرة وقف وزيد راه هي اللي كتضيع الوقود بزاف. وتاني حاجة هي استباق التغييرات في وتيرة السير، بمعنى خاصك تكون رد البال للطريق من بعيد. إلا شفتي شي خطر ولا زحام قدامك خاصك تنقص السرعة بالتدريج قبل ما توصل، حيث إلا فرانيتي حتى لآخر لحظة وعاودتي قلعتي الموتور كيستهلك بزاف، ولكن إلا كنتي مستابق الأحداث راك كتوفر الوقود. الجواب الصحيح هو 2 و 3. عدد النقط اللي كيتراقب عند الفحص التقني 20 نقطة. الجواب 1. 40 نقطة. الجواب 2. 77 نقطة. الجواب 3. الجواب الصحيح هو رقم 3. في الفحص التقني لا فيزيت التقني كيراقب لينا 77 نقطة في الطوموبيل، وهاد 77 نقطة راها مفرقة على 10 ديال الوظائف أساسية لي فونكسيون برينسيبال. هاد الوظائف هي الأقسام الكبيرة اللي كيتفحصوا واللي كتشمل كاع الأجهزة المهمة في الطوموبيل بحال الفران، الضواو، التوجيه، الرؤية، الهيكل والموتور. إذن عدد النقاط اللي كيتراقبوا هو 77 نقطة. الجواب الصحيح رقم 3. السبب الرئيسي ديال انفجار الإطار المطاطي هو تآكل. الجواب 1. ضغط الهواء المنخفض في الإطار. الجواب 2. الجواب الصحيح هو رقم 2. خاصكم تعرفوا باللي السبب الرئيسي والأساسي اللي كيخلي الرويضة تفرقع يعني تنفجر هو ملي كيكون ضغط الهواء منخفض، يعني ملي كتكون الرويضة ناقصة من نفس. أما التآكل يعني الرويضة حفات فهو كيخلي الرويضة تزلق وما تشدش مزيان في الطريق، ولكن ماشي هو السبب الأول في الانفجار. الجواب الصحيح رقم 2. هاد العلامة كتعلم على أن التجاوز ديال الشاحنات غادي يكون مسموح به في المسلك الثاني. الجواب 1. مسموح به في المسلك الثالث. الجواب 2. ممنوع على الشاحنات التجاوز بصفة نهائية. الجواب 3.
الجواب الصحيح هو رقم 3. كيف كنشوفوا في هذه العلامة الزرقاء ديال الإرشاد كاينين 4 ديال المسالك، ولكن المسلك الثاني محطوطة فيه علامة المنع اللي كتمنع الشاحنات يديروا التجاوز. بما أن هذا المنع كاين في المسلك الثاني اللي هو أول مسلك ديال التجاوز، فراه الشاحنات ممنوع عليهم يتجاوزوا بصفة نهائية، حيت باش يوصلوا للمسلك الثالث ولا الرابع ضروري خاصهم يدوزوا من المسلك الثاني، وهو أصلا ممنوع عليهم. كون كانت علامة المنع محطوطة في المسلك الثالث مثلا، كنا غنقولوا مسموح لهم يتجاوزوا في الثاني، ولكن بما إنها في المسلك الثاني فراه التجاوز ممنوع عليهم بمرة. الجواب الصحيح هو رقم 3. أثناء السير العادي أنا في المكان المناسب. صحيح، الجواب 1. خطأ، الجواب 2. الجواب الصحيح هو رقم 1. نعم، أنا في المكان المناسب حيت شاد مسلك السير العادي اللي هو المسلك ديال اليمين. أما هذا السائق اللي كتشوفوا في الجنب فراه عاد بغى يندمج معنا في الحركة ديال السير. وإلا شفتوا مزيان قدامكم غيبان لكم بلي حنا كنقربوا لواحد المدار رون بوين، وهذا الشيء كيعني بلي هذه ماشي طريق السيار، حيت لوطوروت ما كيكونوش فيها لي رون بوين. الجواب الصحيح هو رقم 1. عند المراقبة في حالة رخصة السياقة مزورة، واش يمكن العربة ديالي تعرض للحجز؟ نعم، الجواب 1. لا، الجواب 2. الجواب الصحيح هو رقم 1. إلا كنتي في مراقبة ولقاو باللي أوراق السيارة مزورين، بحال مثلا رخصة السياقة البيرمي تكون مزورة، فراه العربة ديالك كتعرض للحجز ديريكت. تزوير الوثائق كيتعتبر جنحة اللي كتحتم حجز المركبة. الجواب الصحيح هو رقم 1. قبل من العلامات غادي يكون مسموح ليا بالوقوف. نعم، الجواب 1. لا، الجواب 2. مسموح ليا بالتوقف. نعم، الجواب 3. لا، الجواب 4. الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم 2 ورقم 4. واخا كتشوفوا العلامة ديال الممنوع الوقوف والتوقف اللي كاينه قدامكم، ولكن إلا ركزتوا مزيان قبل من هاد العلامات غتلاحظوا باللي في الحاشية ديال الطريق كاين واحد الخط أبيض متصل، والقاعدة كتقول باللي الخط الأبيض المتصل ديما كيمنع الوقوف والتوقف بجوج بيهم. داكشي علاش قبل من هاد العلامات ما مسموحش ليا نوقف وما مسموحش ليا نتوقف. الجواب الصحيح هو 2 و4. الفرار من الشرطة كيتعتبر مخالفة، الجواب 1. جنحة، الجواب 2. الجواب الصحيح هو رقم 2. الهروب من البوليس، الفرار، ما كيتسماش مجرد مخالفة عادية، بل كيتعتبر جنحة كيعاقب عليها القانون. إذن إلا هربتي من البوليس راك درتي جنحة ماشي مخالفة. الجواب الصحيح هو رقم 2. في وقت الشتاء مسافة الوقوف كتضاعف 2 ديال المرات، الجواب 1. 3 ديال المرات، الجواب 2. 4 ديال المرات، الجواب 3. الجواب الصحيح هو رقم 1. ملي كتكون الشتا صابة الطريق كتولي فازقة وكتولي كتزلق بزاف. في هذه الحالة
مسافة الوقوف اللي كتحتاجها الطوموبيل باش توقف كتضاعف 2 ديال المرات، يعني كتدوبل بالمقارنة مع الطريق ملي كتكون ناشفة. الجواب الصحيح رقم 1. بصفة عامة، تناول الأدوية كيزيد في مدة رد الفعل. الجواب 1. ما عندوش تأثير على رد الفعل. الجواب 2. الجواب الصحيح هو رقم 1. ملي كيتحط هذا السؤال بصفة عامة، فراه الأدوية كتقدر تأثر على السائق وكتزيد ليه في وقت رد الفعل. ومعنى كيزيد في الوقت يعني السائق كيولي ثقيل وما كيتفاعلش مع الخطر دغيا. ملي كيوقع هذا التأخر، السائق ما كيفرانيش في الوقت المناسب، وهذا الشيء كيزيد من احتمال وقوع الحوادث. غير واحد الملاحظة مهمة بزاف، إلا قالوا لكم في السؤال واش جميع الأدوية كتزيد في وقت رد الفعل، تما كتجاوب بلا، حيت ماشي كلشي كيأثر بنفس الطريقة. ولكن بما أن السؤال قال بصفة عامة، فالجواب هو أنها كتزيد في مدة رد الفعل. الجواب صحيح هو رقم 1. العلامة اللي كتدل على وجود نفق هي رقم 1 الجواب 1، رقم 2 الجواب 2، رقم 3 الجواب 3، رقم 4 الجواب 4. الجواب الصحيح هو رقم 1. ركزوا مزيان في هذا التصور. العلامة رقم 1 هي اللي كتعلمنا باللي كاين نفق، يعني كتدل على بداية النفق ولا وجود نفق في الطريق. أما العلامة رقم 2 ففيها هذيك الشرطة الحمراء، وهذيك كتعني نهاية النفق، يعني صافي خرجنا منه. وبالنسبة للعلامات الآخرين، رقم 3 كتعني طريق خاصة بالسيارات، ورقم 4 علامة إجبار كتقول لك كمل السير لقدام. إذن العلامة اللي كتدل على وجود نفق هي رقم 1. نقص من السرعة وندوز. نعم، الجواب 1. لا، الجواب 2. نوقف. نعم، الجواب 3. لا، الجواب 4. الجواب الصحيح هو رقم 2 و3. كيف كتشوفوا في التصويرة، حنا قدام ملتقى طرق وعندنا علامة إعطاء حق الأسبقية، أي المثلث المقلوب. هاد العلامة كتقول لنا نعطيو حق الأسبقية لليمن واليسار. بما أن هاد السيارة جاية من جهة اليمن، فراه من الواجب عليا نوقف ونخليها تدوز. داكشي علاش في السؤال الأول نقص من السرعة وندوز قلنا لا، وفي السؤال الثاني نوقف قلنا نعم، حيت اليمن ديالي عامر. كون كان هاد ملتقى الطرق خاوي، ديك الساعة يمكن ليا نقص من السرعة وندوز بلا ما نوقف، حيت هاد العلامة ماشي هي علامة قف اللي ضروري نوقف فيها واخا تكون الطريق خاوية. ولكن في هاد الحالة كاين سيارة في اليمن، إذا ضروري نوقف. الجواب الصحيح هو 2 و3. بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، مسافة الوقوف هي 36 متر. الجواب 1. 81 متر. الجواب 2. 100 متر. الجواب 3. الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم 2. هنا كنهضروا على مسافة الوقوف، وباش نحسبوها القاعدة سهلة. أي سرعة غاديين بها كنحيدوا الصفر اللي على اليمين، والعدد اللي بقى لينا كنضربوه في راسو. بما أننا غاديين ب90 كنحيدوا الصفر كتبقى لينا 9، وكنديروا 9 مضروبة في 9 كتعطينا 81 متر. يعني الطوموبيل ديالي غتحتاج 81 متر باش توقف تماما. واحد الملاحظة مهمة بزاف، في التحديد الجديد ديال نارسا راه كاين تغيير بسيط في الحساب بالنسبة للسرعات ديال 20 و30 و40 كيلومتر في الساعة. كنضربوا العدد في راسو وكنزيدوا عليه رقم 4.
يعني مثلا إلا كنت غادي ب30 مثلا، فكندير 3 مضروبة في 3 نفسها، وكنزيد عليها 4 اللي قلنا، وكتولي ليا 13. ولكن بالنسبة لهذا السؤال غادين ب90، الحساب هو 9 في 9 كتساوي 81. الجواب الصحيح رقم 2. في هذا المنعرج الخطير نستعمل المنبه الصوتي. صحيح، الجواب 1. خطأ، الجواب 2. إشارة ضوئية. صحيح، الجواب 3. خطأ، الجواب 4. الجواب الصحيح هو 1 و4. بما أننا بالنهار وفي دورة منعرج اللي ما كيبانش فيها شنو كاين موراها، فراه من الضروري نستعمل المنبه الصوتي الكلاكسون باش نعلم السائق اللي جاي من الجهة الأخرى باللي راني كاين. أما الإشارة الضوئية فراه بالنهار ما غتبانش ليه نهائيا وما غاديش يشوفها، داكشي علاش كنستعملوا المنبه الصوتي وكنتجنبوا الإشارة الضوئية. الجواب الصحيح 1 و4. كانت هذه هي السلسلة ديال اليوم، كنتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتشوفوا الفيديوهات السابقة باش ترسخوا المعلومات ديالكم، والله يوفقكم.